تعديل مكنة الحام سنتر. عملناها هي تديني كيس ثلاثي، عملناها تدينا كيس رباعي. هي مكنة 3 سايد. بنجيب الأسلاك بتاعت المكنة بتاعت التعديل، الفك ده بنجيبها هنا وبنحطها طبعا مع هنا على الحتة السوداء دي بتاعت الكهرباء، مع الأسلاك اللي هي بتاعت السخان القديم اللي هو الأساس اللي راكب على المكنة. سلك من فوق وسلك من تحت، واحد هنا وواحد هنا، وبرضه من الناحية التانية. طريقة تركيب الحتة دي بنروح جايبين المكنة دايسين على الزرار ده وتقفل السخانات كده. لما يقفلوا من هنا الاتنين كده يكبسوا على بعض عشان احنا ما نتلخبطش او يفرق معانا العيار ده، بنروح مهويين المسمار اللي هنا ده، شايلين المسمار اللي هنا، بنشيله وبنحط مسمار اطول منه وبنركب الحته دي. بنركب الحته دي كده، بنركب الحته دي وبنجيب مسمار اطول منه عشان المسافه اللي هنا هو هيبقى اقصر، احنا شلناه وركبنا بدل منه اللي هو المسمار اللي اطول منه وثبتنا هنا. بعد كده طريقه العيار بتاعتهم برضو من الناحيه التانيه كده، برضو بنعمل هنا طبعا من غير ما نفتح الفكوك، من غير ما نرجع نشغل المكنه. بنشيل من هنا لما دي تطبق كده، بنشيل من هنا المسمار وبنحط مسمار اطول منه وبنركب عليه الجزئيه دي. طبعا الجزئيه دي هتبقى تقفل العيار بتاعها من هنا برضو. انا دلوقتي عايرها وخلاص. دلوقتي العيار بتاعها برضو دي القفله بتاعتها هنا نفس القفله اللي هنا، لما يعني بنفس الوقت هنشغل كده، هنبص هنلاقي بنفس الوقت بنفس القفله اهو. برضو لو بصينا من هنا، لو بصينا من هنا لازم القفله دي تبقى مع القفله دي هي تحت. برضو الناحيه الثانيه كده. طريقه تعديل من 3 سايد الى الحام رباعي. طبعا بكر السحب هيبقى زي ما هو اللي هو هنا، بكر سحب الورق. وده من شركه المهندس ميسي الصناعات الهندسيه.